يا أبطال توازن، النهاردة هفتح لكم ملف من أخطر الملفات اللي بشوفها يومياً في الصيدلية، العدو الصامت، الكبد الدهني. والمفاجأة حوالي ناس كتير جداً عندهم كبد دهني وهم مش عارفين أصلاً. أنا الكبد، الفلتر الوحيد في جسمك. مهمتي أنظف السموم وأنظم الدهون والسكر، بس للأسف في ناس كتير بتسدني بإيديها. بس يا دكتور، أنا مش باكل دهون كتير أصلاً، إزاي يجيني كبد دهني؟ وهنا بقى المفاجأة يا بطل، الموضوع مش بس دهون الأكل، المشكلة الحقيقية اسمها مقاومة الأنسولين. لما السكر والنشويات يزيدوا والحركة تقل، الجسم مش بيعرف يحرق الطاقة، فساعتها أنا أضطر أحول السكر ده لدهون وأخزنها جواي. ومع الوقت الكبد يبدأ يتلخبط ويتعب ويدخل في مرحلة الكبد الدهني. أول علامة ممكن تحس بيها برين فوج، يعني تحس إن دماغك مش صافية، تركيزك ضعيف طول الوقت. ثاني علامة تعب مستمر حتى بعد النوم، تحس إن طاقتك صفر. تالت علامة كرش مقاومة الأنسولين، جسمك ممكن يكون طبيعي بس دهون البطن مش راضية تختفي. رابع علامة انتفاخ بعد الأكل وغثيان خفيف أول ما تصحى. خامس علامة غريبة شوية، هارش في الجسم بدون سبب واضح. لو حسيت بأكتر من علامة من دول يبقى لازم تبدأ تهتم بكبدك فوراً. دلوقتي هقولك الروشتة لإنقاذ الكبد. أول خطوة صيام 12 ساعة بين العشاء والفطار. تاني خطوة امنع المشروبات الغازية تماماً. ثالث خطوة مشي 10 دقايق بعد الأكل. رابع خطوة القهوة السادة مفيدة للكبد. خامس خطوة استبدل الزيوت المهدرجة بدهون صحية. سادس خطوة الألياف يومياً، دي مكنسة الجسم. سابع خطوة بروتين نظيف عشان الكبد يتصلح. تامن خطوة اختار النشويات المعقدة. تاسع خطوة نوم كويس بالليل. 10 خطوة اعمل سونار وتحليل إنزيمات الكبد كل فترة. ولو عايز دعم إضافي للكبد في شوية حاجات مدعومة بالعلم. أنا الخرشوف فيا مادة اسمها سينارين بتساعد الكبد يطرد الدهون. أنا الكركم مضاد التهاب قوي جداً. أنا سيليمارين بنستخدمه في الصيدلية لترميم خلايا الكبد. وأنا غني بمضادات الأكسدة اللي بتحمي خلايا الجسم. بس خد بالك، الأعشاب مش سحر، لو أكلك غلط مش هتعمل نتيجة. فاكر جملة مهمة جداً، الكبد عندك ملوش قطع غيار. لو حافظت عليا هحافظ على صحتك وطاقة جسمك. لو استفدت من الحلقة اعمل لايك وشير للفيديو واكتب لي في الكومنتات هل حسيت بأي علامة من علامات الكبد الدهني، وما تنساش تتابع صفحة توازن عشان دايما تبقى في فورمة بالعلم. لو حابب خطة تغذية وتدريب تناسب جسمك وحالتك الصحية ابعت رسالة لصفحة توازن أو تواصل على الواتساب على الرقم الموجود في أول تعليق. وبالمناسبة أنا براجع الحالات بنفسي. يلا مستني إيه؟ خلي جسمك دايما في توازن.